النهارده اخر يوم في طهران. كانت الرحله المفروض تبقى اطول والله يعني، بس يلا بقى تعوض مره ثانيه. كون مخطط بقى وكون مظبط الدنيا، انا جاي على الله. فان شاء الله ماشيين بقى النهارده ورايحين ناكل النهارده اخر يوم. وصلت لقصر الشاه، تخليش انا راكب ميكروباص هنا في وسط ايران وانا مش عارف انا رايح فين. وبسال الناس اللي بتعرف شويه في الانجليزي بس ساعدوني الصراحه، مواصلات رخيصه ما تضحكش عليا. جيت هنا بدخول قصر الشاه سعر الاجنبي غير سعر الايراني. في بنات سالتهم عشان انا مش عارف احاسب بالكارت، سالتهم يحاسبوني بالكارت ادوهم كاش، فهم حاسبوا لي. بعدين الراجل طلب يرجع تاني عشان تقريبا هم حاسبوني ان انا ايراني زيهم، يعني جدعان والله من غير حاجه. فرجعني تاني تقريبا غير التذكره كاني اجنبي، يعني هي الفرق مش كبير، مش غالي اصلا. فاحنا دلوقتي دخلنا قصر الشاه وهنكتشف الدنيا اللي انا ما اعرفهاش. وطلبت منهم ان هم يورونا صراحه، هم قالوا تمام على المحاضرات مفيش اي مشكله. فاحنا دلوقتي في قصر الشاه ونشوف ايه المثير هنا يعني. يعني تقريبا في الداخل اهو، بعد ما دخلنا شويه هنا في زي شلال مكتوب خطر سقوط، حتى بالعربي مفهومه يعني. هنا شلال، مش شلال ميه يعني، مجرى ميه صغير حجاره وكده. ما اعرفش اصلا ايه اللي موجود في المكان كله في قصر الشاه ده. هنروح دلوقتي ونستكشف مع بعض. يعني قصر ملك ملوك الدولة الإيرانية دايما بيكونوا عاملين مساحات كبيرة من الأرض ومباني كتيرة في المكان يعني. فده تقريبا أول مبنى أنا أشوفه هنا. قدامه حديقة وقدامه دنيا. أنا ماشي ورا الناس اللي هم يوروني الأماكن يعني، مش عارف أنا رايح فين بس هم موجودين هنا يعني. مش عارف هخش الأماكن دي ولا إيه. أنا بقرا شوية عن تاريخ القصة دي وبعلق عليكم على الفيديو عشان أشرح لكم إيه الدنيا يعني عاملة إزاي. الصراحة أنا مش عارف يعني، أنا مش عارف انا العيب في ايه ولا العيب في ايه. بس شايف ان هو مفيش انبهار يعني بالحجم اللي هو كان بيتصور لي. يعني ده مثلا مبنى من المباني، ده مبنى من المباني. احنا ماشيين في وسط خضار وشجر وغابات وبتاع، طيب ماشي يعني. يعني ايه يعني مش ايه الحلو برضه يعني، انا مش فاهم. يمكن غالب عليا الطبع المصري عشان انا عندي تاريخ، عندي حضارة، وعندي آثار. يعني اللي يشوفها فعلا يسبهل يعني، يقعد يبص كده ومستغرب أصلا. بس انا مثلا رحت في ارمينيا شفت اماكن ممكن الطبيعه تاثر فيه، يعني الطبيعه الجميله والاشكال. في الفيديوهات بتاعت ارمينيا في طبيعه جميله دي تاثر فيها، شكلها حلو حاجه تانية مش اثريه، فاهم. الحاجات الاثريه مش هتاثر فيها او مش هحس ان هي واو يعني، لان عندنا مصر، فاهم. فمش عارف، يمكن هنخش دلوقتي جوه مبنى من المباني دي يكون جوه حلو مثلا يعني، وبالسي يعني. اللي ورايا ده اسمه موزة أستاذ محمود فرجان تقريبا يعني. المهم دخلت فيه لوحات بس مرسومة. مش مش عارف صراحة يعني. هو الراجل ده اللي ورانا ده هو صاحب الرسومات اللي جوه. ممكن ان في ناس كتير بتعجب بالرسومات يعني او اللوحات الفنية. انا ما عنديش اي يعني رغبة ان انا اكون حاجة زي كده. فعموما المكان كله الاتموسفير الجو حلو، الطبيعة حلوة. بس ما تهيألي في اماكن تانية احسن انا اروحها دلوقتي، ما يستاهلش الزيارة يعني صراحة. كويس ان انا دفعتش التذكره الكبيره اللي هي تشوف كل المباني دي كلها. فكويس ان انا دفعتهاش والله لان انا اصلا زعلان ان انا دفعت تذكره ودخلت. فهنشوف الاماكن التانية عشان انا هنا ما اظنش ان في اصلا اماكن تانية حلوه يعني. مكان كبير، مكان كان تبع قصر ملك الدولة الإيرانية، ومباني كتيرة خاصة بيه. مش قصر مثلا فرعوني، مش قصر ملصع بالذهب، مش قصر تصميم خيال، ما عادي. او مبنى اثري مثلا حلو، لا مباني عاديه جدا وما فيهاش اي. مش عارف، بالنسبه لي انا مش شايف ان فيها حاجه يعني ايه تستحق ان انا اجي ازورها يعني. او كنت اعرف ان الموضوع كده، ما بس انا جاي استكشف فاهم، فانا ما عنديش خلفيه عن الموضوع. بس في المتحف اللي هو بتاع اللوحات الفنيه ده ان احنا دخلنا فيه عادي بس ممنوع التصوير. التصوير عادي بس ممنوع تسجيل فيديو يعني. طبعا يعني مش عارف، أنا مثلا انا جاي استكشف وبعمل فيديوهات وبتاع عشان اوري للناس. ايه الفايدة ان انا اخش اتفرج لوحدي يعني. واصلا ما استمتعتش يعني، بس مش مشكلة، تعوض. هنا بقى بيقول لك ان ده المطبخ بتاع القصر اللي احنا فيه ده كله، يعني المطبخ بتاع المكان ده كله. موزة أشرخانة سلطاني سعد عباد. ده المطبخ بتاع الراجل جوه المبنى.
منفصل. شكل كده كل حاجه هنا منفصله، اوضه النوم منفصله، الصاله منفصله، كلها مباني منفصله يعني. بس اتحولت كلها دلوقتي المتاحف. كان في قرن من القرون يعني. أو تقريبا كل حاجه برضو التصوير ممنوع، مش عارف ايه ممنوع، مش عارف انا ايه اللي كلها ممنوع يعني. في عربيه هنا اسمها رولز رويس، تبع تقريبا الطقم بتاع الملك. السفينه هناك اهي طبعا عليها رولز رويس بالفارس من زمن الزمن، عربية تاريخية يعني. دي ممكن حاجة شوية كويسة صراحة تشوفها في المكان ده. الدبابات بقى والمدافع هنا اهي تبع قصر كانت موجودة هنا، كانت موجودة هنا. في مدافع هناك اهي والله لذيذة يعني. الجبل اللي هناك ده طبعا المنظر من هنا احسن يعني، احسن من الكاميرا. بس في الجبل ده فوق في منطقه اسمها دربنت، منطقه مطاعم وكافيهات ورايقه وبتشوف المدينه كلها من فوق. بس قالوا لي صراحه ان هي هناك تبقى ساقعه، فانا اصلا نسيت اخد حاجه عشان الساعه يعني، فللاسف ما حبيتش اروح يعني. في جامع شكله جميل على فكره، نفس الستايل في كل ايران، نفس ستايل المسجد الايراني في ارمينيا. انا طالع من محطه المترو والجامع ده في وشنا، منظر لذيذ يعني، شكله حلو. العمارة بتاعتهم كويسة برضه على فكرة. أنا رايح على مكان اسمه جسر الطبيعة جنبنا هنا، فهخش بس الجامعة وبعد كده أروح هناك. في هناك مش عارف دي مجسمات لصواريخ يعني. بس هناك ورانا الجبل منظره جميل صراحة، الارتفاع ده خيالي، خيالي صراحة. هي دي الكلام، هو ده المغامرات، هي دي الدنيا، مش دول المكان اللي كنا لسه فيه دلوقتي. إن شاء الله السيدات هنا. وادي الجامع، الجامع مش كبير يعني، بس كده. هذا الجامع طبعا انتوا عارفين هنا في الأذان بيقولوا نشهد إن عليا ولي الله كده يعني. بس المكان تقريبا موقعه لذيذ صراحة، الجامع موقعه حلو. المنظر يا اخوانا ده خطوتين من الجامع بالظبط، المنظر من هنا خيالي صراحة يعني. الطريق قدامك اهو، المباني في وشك، الجبل فوقيهم، منظر جميل جدا يعني. برضه عجبني في أرمينيا نفس القصة عشان فيها جبال كتير وهضاب كتير، هنا برضه عجباني نفس القصة، المنظر خيالي صراحة. وراح اجرب مع الشباب بقى العراقيين اللي هم مظبطين الدنيا هنا. معايا مين بقى؟ اخويا ياسين اهو، واخويا ارض الله. سلام. أدران عراقي بس من كردستان يعني. نعم. ياسين عراقي من الموصل. من الموصل. هم الشباب هنا صراحة اتعرفت عليهم في الهوستل يعني، والعراقيين هنا 10 على 10 صراحة يعني. وين انت حبيبي؟ والله طبعا. دلوقتي هنروح ناكل ونشوف الدنيا ونشوف هناكل ايه مع بعض. والله ما عازمين، احنا طالعين ومش عارفين نروح. انا عازمك على اكله مصريه مصرية مش مصرية. ايرانيه مش مصريه، على الجمبري. هنروح دلوقتي نشم جمبري ونشوف الدنيا. وصلنا المطعم مع ياسين. ايوه يا عم، هدلعك مش عارف، النهارده. هتدلعنا في الاكل ها. ايوه اسمه غدا كده جوجك، ايش يسموه ده؟ غداء كده جوجاك. عارف. المهم يعني زي مطعم ايراني شعبي. هنخش دلوقتي في فردوسي في وسط طهران الحين يعني، وسط العاصمة ها؟ وسط العاصمه. هنخش دلوقتي ونجرب الاكل نشوف هناكل ايوه إيه يعني. هدلعك. ماشي شوفوا. والله الشباب جو معايا اهو، ياسين قاعد واردلان قاعد بس ما حبوش شكله يعني. ايوه جابوا لنا اكل حلو يعني، والله ما رضوش شكله، وهم قالوا لنا عازميني يعني مش عارف. بالعافيه بالعافيه والله يا جدعان ما ينفعش يا جدعان والله، بس ماشي يعني اعتبرها عيش وملح برضه يعني. ينفع فيها عيش وملح. هذا خليني اشرح لكم. يلا قول. هذا تمن هندي. تمن هندي. هذا اكله ايرانيه مشهوره كلش بالايران. بيسموها ايه بقى؟ اللي هو زرش بماخ. يعني شنو؟ يعني رز، رز هندي ورز ايراني. هذا رز هندي على طلبه، وهذا اللي فوقه هذا الزرشك، اسمه الزرشك، اللي هو نفس الكشمش بس هذا حامض. يعني اللي يخلونه فوق الرز دائما ياكل زي الزبيب يعني. ونعم زي الزبيب، بس الزبيب طيب. هذا حامض طعمه، حامض شوي. وهي اكو جوا فراخ. هو يطبخون على صوص احمر، صوص مال طماطم. ويا هذا نارنج ليمون. هذا الطبق كلش مشهور يمهم يعني، ياكلونه دائما. ورخيصة كلش رخيصة، 160 ألف تومن، اللي هو تقريبا دولار واحد، $1.500. حلو، دولار ونص يعني. هذا المشروب مشروبهم ايراني والمشهور كلش اللي هو الليموناد. كلش مشهور بايران هذا. حلو. جربوا. يلا نقول بسم الله.
بسم الله اجرب الاكل الايراني صراحه. بقالي كام يوم في ايران بس ما جربتش الاكل زي ده يعني. بقول بسم الله. عارف الفراخ هنا كيف طعمه يا عمنا؟ والله الفراخ طريه يعني، بيقولوا عليها جوسي يعني، فاهم؟ نعم. طريه كتير والصوص الاحمر هذا طيب يعني، والرز الهندي كويس والله. خليني اقول لك معلومه، هنا الدجاج اللي انتم تسمونه فراخ بالمصر كلش طيب دجاج بايران، يعني دجاج ما بي طعمه زفر وهذا فكلش طيب كلش نظيف فريش يعني. والله ايوه فالدجاج يمهم اطيب من اللحم بشكل هو طبق مبين كبير يعني وسعره رخيص بالضبط. يعني واحد يقدر ياكل دينار ونص بالضبط يشبع ويبقى من الاكل هم. 2500 دينار عراقي يعني تقريبا قيمه 8 من 10 10 على 10. ايوه الف عافيه. بالعافيه بالعافيه. شكرا. ادي برج الطبيعه وصلنا له اهو بعد خطوتين. هو فعلا في وسط الطبيعه، وشايف الجبال هناك ده كلها طبيعه يعني. البرج ده برج ايه؟ الكوبري ده بينور بالليل بقى. انا مش عارف احنا هنعدي عليه تحت بس هنشوف دلوقتي. بينور بالليل بيبقى شكله حلو في الصور شفتها، حلو يعني لذيذ. بس ده برج الطبيعه. ممكن نطلع فوق نتصور صورتين لو مفتوحه. مفتوحه نطلع نتصور صورتين عادي. بس هو في مكان عالي صراحه. المنظر من هنا عموما حلو، وخصوصا الجبال. انا الجبال واخده قلبي. المنظر من تحت لا 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 خطيرة دي. منظر من تحت بعيد وكلها طبيعة وأشجار، منظرها جميل صراحة. شوف الطبيعة اللي تحت هنا طبعا الأسلاك الشائكة عشان محدش ينتحر ولا حاجة. تحت الطرق اهي في العاصمة طهران. المنظر لذيذ صراحة. لا 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 جميل. كلها خضار كلها خضار، والطريق شكله حلو ومستقيم ومتسفلت حلو، والدنيا لذيذة. الناحية التانية برضه فيها خضار بس مع منظر أجمل طبعا اللي هو الجبل. بس عموما الكوبري جميل يعني صراحة. اخوانا المنظر من فوق جميل جدا. احنا طلعنا فوق على البتاعة دي نتصور شوية لما نمشي تحت. كوبري معدي الطريق في وسط الطبيعة. أحسن منظر عجبني هو منظر الجبل اللي ورا ده صراحة. هنا الناحية التانية دي برضه حلوة جدا جدا جدا. الطبيعة والشجر أنا منبهر صراحة. ده اللي عجبني صراحة لما نخش بين الأشواك. هو المنظر تحت جميل نايس يعني. تزلج للسكيتنج في ساحة هنا معمول لها كاملة كبيرة حلوة. في عدد الناس هنا. طبعا ده الكوبري اهو. مش ده كوبري الطبيعة يعني، كوبري الطبيعة قدام شوية لسه، بس ده تبع كوبري الطبيعة. منظر حلو يعني صراحة. عاملة زي التواحيش عندنا كده في مصر. به الأرض أو كل ما به الموتى، بل لله الأمر جميعا. الذين آمنوا ولو يشاء الله. البرج ميلاد هو طبعا ده اعلى برج في ايران كلها. بس انا لقيت نفسي انا طالع من المحطه بتاعته يعني، واخد بالك؟ فانا عايز اطلع اخش جوه ناحيه البرج. فبص على الخريطه لقيته بيقول لي 26 دقيقه عشان تلف لفه كده وترجع تاني.
فانا مش عارف لو 26 3 مش هروح اكيد يعني، بس ممكن نمشي هناك تقريبا في دخله من هناك او حاجه، هروح نستكشف يعني. الجوجل مابس هنا ما يفيدكش باي حاجه، انا المواصلات كلها اصلا ولا ينفعني باي حاجه. جوجل مابس ده على الله والله العظيم ملوش اي ستين لازمه، هو بس لو في حاجه ماشي تمشي، غير كده مواصلات ما تعرفش مواصلات. تقريبا عندهم برنامج اسمه سناب ايراني، في كل حاجه بقى تخص الايران، تذاكر طيران، تاكسي، خريطه، تقريبا كل حاجه، توصيل طلبات يعني، خدمه طلب يعني، كل حاجه. هنروح نستكشف دلوقتي هنخش منين ده، والتذكره بكام ولا ايه الدنيا. انا عايز بس ابص من بعيد يعني، حتى مش لازم ادخل يعني، لان امازون دلوقتي اصلا قافل، لان احنا بعد الساعه 6 المغرب. المنظر بالليل حلو على فكره، احنا تحت البرج، لذيذ والله. عايز اجيبه من زاويه تانية، انا مش عارف اجيبه كل مره واحده في كشك هنا اهو. الاكشاك على فكره مشهوره في ايران زينا زي عند مصر بالظبط، ممشى سياحي، شويه نوافير وميه. بس انا عاجبني الارتفاع، يمكن تصميم البرج ده عادي يعني مفيش اي حاجه. هبص بقى على المدينه كلها من فوق، عايز اخش اسال على الاسعار كام، وهو شغال اصلا او لا. من شكله في مول هنا مثلا اهو، اول 3 طوابق دول. دخلت جوه المبنى هنا، قال لي رحت عند التذاكر يعني، قال لي التذاكر هنا بس الايرانيين، تروح تقطع من بره للاجانب. فمش عارف بقى اروح هناك اسال بكام اصلا التذكره، بس المنظر جوه حلو يعني. في بالمناسبه على البرج ده اللي هو بالحبل، تتعلق بالحبل، اسمها زيب لاين يعني، تعلق بالحبل من فوق، بس اظن بالليل ما بتشتغلش يعني، بالنهار بس اكيد حوار اكشن ده ممكن يتعمل صراحه. ففي انشطه هنا عموما يعني، برج ميلاد اظن لا يستاهل الزياره يعني في ايران يعني. جيت هنا شباك تذاكر، التذكره العاديه للصاله المفتوحه، مش عارف ايه الصاله المفتوحه دي، بس تقريبا مش اعلى حاجه، او مش هتشوف كل حاجه في البرج، مش هتطلع لفوق خالص، ب $20 يعني، غاليه صراحه، لا ما ادفعهاش يعني. والتذكره بقى الشامله ب $40 عشان اطلع فوق واشوف كل السماء. مالها مصر، مالها مصر، ماله برج القاهره، لا يعني ما اتس نوت ديسيرف يعني، ما تستحقش صراحه. فبس يعني انا همشي من هنا، هروح في ميدان اسمه ميدان صنعت هنا جنبنا برضه، هشوف الدنيا فيه ايه. بيقولوا الدنيا لذيذه هناك، وكافيهات ومطاعم ومنطقه راقيه يعني، هروح اشوف الدنيا هناك.